في الفيديو ده والفيديوهات اللي جاية هعرض عليكم خرافات ومعتقدات اتخدعنا فيها مدة طويلة. طول عمري لما كنت بسمع كلمة فشل اللي متصدرة في الميديا وكبار المنتورز وكبار الشخصيات العامة بيستخدموها في المنصات العالمية، كنت أسأل نفسي هو فعلا في حاجة اسمها فشل؟ وجه منين؟ وأيقنت من كتر التفكير والتأمل في الكلمة دي إنه أصلا مش موجود، والكلمة دي متصدرة بشكل سلبي وبدون علم لغاية ما خلقت معاها حالة من الخوف واليأس والمقارنات والمشاعر الوهمية والسلبية. يعني بذمتكم واحد بيروح شغله كل يوم من نفس الطريق، وفي مرة لقى الطريق مغلق لعطل أو لأعمال طرق، هل ينفع أقول عليه ده فشل؟ ولا هيفشل إنه يروح الشغل؟ ولا كل اللي هيعمله تغيير مسار؟ ولا الكيميائي الشاطر اللي بيفضل يجرب ويخترع علاج لمداواة الناس وعلاج الأمراض، هل ينفع إنه لغاية ما يوصل للدواء اللي هو عايزه نقول على كل التجارب اللي حاول فيها إنها فاشلة أو إنه فشل؟ مع إنه في الحقيقة كل تجربة كان بيزود مكون أو مادة أو بينقص مكون أو مادة لغاية ما يوصل للتركيبة اللي هو عايزها. إذن هي رحلة تعلم وتطور وإبداع وابتكار، مش رحلة مقصورة على نتيجتين ملهمش تالت، يا نجاح يا فشل أو خسارة ومكسب. الكتب السماوية بتقول لا تيأسوا من روح الله، اللي هي روحنا من روحه. الخسارة الحقيقية أو الفشل الحقيقي اللي بيقولوا عليه ده هو لما الواحد يبطل حركة أو يقف محلك سر ويضيع عمره ورسالته بلا حراك ولا سعي. يعني أنا حددت هدفي ورسمت خطتي وحددت اللي أنا عايزه بدقة وبدأت ومشيت على الخطة اللي رسمتها، لازم هوصل لنتيجة في الآخر. بس لما وصلت مثلا لقيت مش هو ده اللي أنا عايزه بالظبط، هل ده معناه إن كده أبقى فشلت؟ استحالة، والأكيد إنك مش هترجع تبتدي من الأول طبعا. يبقى القصة هنا إن لولا إني أخدت الخطوات دي ما كنتش اتعلمت ولا عرفت إيه اللي المفروض أعدله أو أبدله عشان يوصلني ويقربني للي أنا عايزه بالظبط. وبرضه هكون عرفت حاجة جديدة، إن الخطوات اللي عملتها في الأول ومشيت عليها هتوصلني لغاية النقطة دي أو هتوصلني للنتيجة دي لو حصل واحتجتها أو استهدفتها في يوم من الأيام. فكر فيها وشوف بقى كمان لو ما كنتش أصلا ابتديت ووقفت بدون حركة كانت النتيجة ممكن تكون إيه؟ معظم قصص النجاح والشخصيات المؤثرة على كوكب الأرض أساسها سعي وحركة وتطور وتعلم، سبل وطرق مختلفة واكتشاف وسائل متنوعة للوصول للأهداف. واللي ما وصلكش للي انت عايزه يوصل غيرك، لأن كل شيخ له طريقة. وأنا أؤمن الآن وعلى يقين إن الناس دي نجحت لأنهم عمرهم ما اقتنعوا أصلا بكلمة فشل، وأيقنوا إنها ممكن تكون متصدرة لمنع أكبر عدد من بني الإنسان من اكتشاف مواهبهم وسلطانهم وتحقيق أحلامهم ورسالتهم في الأرض. وكمان عشان قصصهم وحكايتهم الثرية والمؤثرة في العالم وفي مختلف المجالات مبنية على أهداف صادقة لنفع الناس والأرض وليكونوا نماذج يحتذى بها، ولم تكن مبنية على نتائج أو كسب سريع أو الغرض منها ثروة أو شهرة، بل هي قيم تضيف وتفيد وتنفع البشر. قصص الشطار هي آيات ربنا لينا على قدرتنا اللامحدودة، واللي احنا للأسف بنحددها بقوالب وأفكار وهمية ومش حقيقية، وبنخاف حتى نكتشفها أو حتى نجربها. وهسيبكم مع المقولة دي تفكروا فيها وتترجموها، لأنها كانت ملهمتي وبتلخص بإبداع كل اللي احنا حكينا فيه من فيلم اسمه عقيلة and the Bee للكاتبة ماريان ويليامسون، اللي هي بتقول فيها Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. We ask ourselves, who am I to be brilliant, gorgeous, talented, fabulous? Actually, who are you not to be? We were born to make manifest the glory of God that is within us. And as we let our own light shine, we unconsciously give other people permission to do the same. استنونا في الخرافة اللي جاية.